1, 2, 3. ¡A la Madrid! كيليان إمبابي من نجم ساطع إلى لغز في ريال مدريد. في صيف انتقالات مشتعلة خطف كيليان إمبابي الأضواء بانتقاله إلى ريال مدريد وسط آمال كبيرة بأن يصبح قائد الهجوم الجديد للفريق الملكي ويعيد الأمجاد بفضل سرعته وقدراته التهديفية وشخصيته القيادية. لكن ما حدث على أرض الواقع كان صادماً: أداء متواضع، فاعلية هجومية محدودة، وانخفاض واضح في الثقة. فما السبب وراء هذا الهبوط المفاجئ؟ الضغط الإعلامي والجماهيري. الانتقال إلى ريال مدريد يعني دخول دائرة الضوء بشكل دائم، حيث الضغوطات الإعلامية والجماهيرية تفوق بكثير ما واجهه إمبابي في باريس سان جيرمان. جماهير سانتياغو برنابيو لا ترحم، والانتقاد أصبح جزءاً من يومياته، خاصة بعد عدم ترجمة التوقعات إلى أرقام على أرض الملعب. التكيف مع أسلوب لعب جديد. ريال مدريد يعتمد على أسلوب جماعي مرن يعتمد بشكل كبير على العمل المشترك والتكامل بين الخطوط. إمبابي الذي اعتاد على الحرية الكاملة في باريس سان جيرمان وجد صعوبة في التكيف مع نظام الفريق الجديد، مما أثر على انسجامه مع زملائه وقدرته على استغلال المساحات كما كان يفعل سابقاً. الإرهاق البدني والذهني. قدوم كيليان إلى مدريد تزامن مع موسم طويل وشاق شهد خلاله مشاركة مكثفة مع ناديه السابق ومنتخب فرنسا. بدا أن الإرهاق البدني والذهني أثر على انطلاقاته وسرعته الحاسمة التي تعد من أبرز أسلحته. تغيير مركز اللعب. في ريال مدريد وجد مبابي نفسه مضطراً للعب في مراكز مختلفة، مما أثر على فعاليته التهديفية. تحوله أحياناً إلى جناح أيسر أو دور أعمق في خط الهجوم قلل من ظهوره في المناطق الخطيرة. غياب الدعم الهجومي الكافي. على الرغم من امتلاك ريال مدريد نجوماً بارزين، إلا أن غياب لاعب بمواصفات صانع ألعاب كلاسيكي مع استمرار الموسم يظل الأمل معقوداً على عودة إمبابي إلى مستواه الحقيقي. فاللاعب الذي حطم أرقاماً قياسية في باريس لا يزال يملك الإمكانيات لإثبات نفسه كنجم ريال مدريد الأول. فقط الوقت سيكشف إذا ما كان هذا مجرد عثرة في الطريق أم بداية لقصة تعثر أكبر.